بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة من هذه القناة الحرة المباركة، قناة سلام. منها أحييكم أنا أحمد الشريف، معد ومقدم برنامج مع اللغة العربية. والآن معنا البروفيسور الدكتور إدريس محمد عثمان أرتعة. هذا هو الجزء الثاني، وهي الحلقة في البرنامج رقم 232. أنا غلطت الحلقة اللي فاتت يا دكتور، قلنا 100 وحاجة، لكن هي بحمد الله رقم 232 بحمده تعالى. شكرا. ودوما أولا نرحب بك باسم كل المشاهدين، ونبدأ الحلقة بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. مرحبا بك دكتور أرتعة في الجزء الثاني من اللقاء. والحقيقة مجموعة كثيرة اتصلوا علي، وناسنا يتصلوا ويكلموك لما تقول لهم اكتبوا التعليق لا يكتبون يعني. فأشادوا إجادات إجادات كثيرة، وبرضو حظيت بمشاهدة ما بطالة مقارنة بحاجات أخرى. دكتور، تابعت الحلقة. هل لديك أي ملاحظة تود أن نبدأ بها الحديث؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الهدى والنور، صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وعلى آله وصحبه وصحابته الكرام. في البدء أشكرك مرة ثانية وثالثة أخي والأستاذ الإعلامي والشاعر والأديب أحمد شريف إدريس على هذا العمل الإعلامي الطيب، الذي نكون بأمس الحاجة إليه في هذا الوقت العصيب. بارك الله فيك. الحلقة الماضية أنا تابعتها، وأظن تابعها بعد زملائي وبعد طلاب العلم أيضا، وكانت هناك بعض الاستفسارات، يعني وحقيقة أنا لم أنتبه إليها. ربما أنا لم أقل كما ذكر أو فيما معنى ذلك، ولذلك أريد أن أبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وعندما كنا نتحدث، نحن كنت نتحدث مجرد حديث عابر هكذا، ولكن ذكرت المعنى ولم أذكر الحديث كما هو. نصا يعني. نعم، نصا. وهذا مطلوب، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون النص المنقول إلينا الذي وصل إلينا يجب أن نقوله كما هو، ثم ننسبه لمصدره الأصل، وهذا هو البحث العلمي. فأبدأ أنا بالحديث الذي ذكرته، وهو حديث يقع في دائرة ركن اجتماعي مهم بحاجة ماسة إليه نحن أصلا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في فم امرأتك. وهذا هو كان مربط الفرس، أنه نحن جينا في قضية الاحتساب في الشيء الذي يضعه الرجل في فم زوجته أنه يؤجر عليه. هذا نص الحديث الذي ذكرته، هو هذا حديث صحيح، رواه كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، واللفظ لهم جميعا بهذه الكلمات التي ذكرتها. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بدأت به لأن حتى لا مم. تعرف علينا ملاحظة، فالحديث محتاجين إليه ومحتاجين العمل به كذلك، لأن الحسبة مشروع كبير يدخل في كثير من قضايا الاجتماع، والمجتمع الإسلامي يحتاج إليها في كثير من قضاياه. الملاحظة الثانية، وهي إن شاء الله سنأتي إليها عندما نصل إلى موضوع رسالة الماجستير نفسها. نحن ما زلنا ما وصلنا إليها، توقفنا في عام 1900 تقريبا 99 في مرحلة الدبلوم الدراسات العليا. أيوة، نعم. نعم. نحن تقريبا كنا هبشنا مرحلة الدبلوم العالي، وثم لأنه الحسبة زازا كانت في رسالة الماجستير. قلنا نعم. سنبدأ في الحلقة القادمة، هذه الحلقة في رسالة الدكتوراه.
سيناريوهاتها كانت كيف، وماذا كان عنوانها، وكيف كانت، وما إلى ذلك. لكن ربما لديك مراجعة ولديك إضافة تود أن تضيفها في مرحلة الدبلوم العالي والماجستير، ولكن تطرقنا إليه فيما أظن يعني. فقط عندي بعض الملاحظات المهمة التي نعم. أتمنى أن أضيفها. أبشر، لأن في تفضل. نظري المتابع أحيانا يتوقع منك معلومة أيضا ليست مجرد سيرة ذاتية. أنا طبعا ربما أتحدث عن مراحل الدراسة، ولكن يحتاج أيضا إلى معلومة علمية بشكل، بعضهم بشكل أكاديمي أيضا. فدعني أعقب فقط على مرحلة الدراسات العليا، وهي كانت سنتين كما ذكرنا في الحلقة الماضية. مهم. ولكن الشاهد فيها هذه المرحلة لم تكن سهلة، مرحلة كانت صعبة جدا بالمواد التي تدرس فيها، بالإضافة إلى البحوث التي كتبت في هذه المرحلة. هذه مم. المرحلة كانت مهمة، هي مرحلة التي تؤسس لمرحلة كتابة رسالة الماجستير. ففي هذه المرحلة أنا أذكر مما كتبته في هذه المرحلة، وكان في ذلك الوقت يشرف علي الأستاذ الدكتور العارف علي النايض، وهو من المرشحين كانوا لرئاسة ليبيا. مم. وعملت كذلك في مركز تحقيق المخطوطات. أنا حققت معه قرابة 4 كتاب. حفظ الله البروف النايد كان عنده مركز، وكلفني أنا بالقيام بتحقيق بعض الكتب التراثية. مم. لكن الشاهد أنا أرجع في موضوع الدراسات العليا. في الدبلوم العالي كان عندي بحث يتعلق بموضوع مهم جدا، وهو نحتاج إليه على الدوام، المجتمع الإسلامي يحتاج إليه، وهو مم. القرآن الكريم. أنا كان موضوع البحث الذي كتبته في مرحلة الدبلوم يتعلق بجمع القرآن في مراحله الثلاث. جمع القرآن الكريم في مراحله الثلاث، أي جمع القرآن في 3 مراحل. المرحلة الأولى كلنا يعلم هي مرحلة النبوة، مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام. والمرحلة الثانية الله سلم. كانت مرحلة الصديق رضي الله عنه بعد أن انتقل المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. ثم أبو بكر. جاءت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الجمع في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه المراحل أغلب علماء التشريع أو علماء الشرع الإسلامي يطلقوا جمع القرآن، يطلقوه على أربع معاني. المعنى الأول يقصدون به حفظ القرآن في الصدور، وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننتقل للمراحل التي بعده. مهم. المرحلة الثانية، ويقصد بالمعنى الثاني الذي يقصدوه تأليف سور القرآن الكريم، الجمع بين هذه السور. والثالث يقصد به تأليف الآيات في السورة الواحدة من القرآن، آيات متفرقة، لأن القرآن الكريم كما نعلم أخي أستاذ أحمد، نزل القرآن الكريم على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم مفرقا الله سلم. كالنجوم. هناك أنا أذكر حديث رائع جدا لسيدنا عبد الله بن عباس، عندما يقول سيدنا عبد الله بن عباس عندما يتحدث عن نزول القرآن الكريم يقول: نزل القرآن الكريم إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المدة، مدة الرسالة. نعم. أي مر القرآن الكريم بعدد من مراحل النزول، ثم نزل القرآن مفرقا كالنجوم على قلبك، مفرقا كالنجوم التي نراها في السماء، نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك صلى لنثبت الله عليه به وسلم. طيب عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عن سيدنا عبد الله. طبعا الرواية هذه موجودة فقط لسيدنا عبد الله بن عباس، ما قال بها غيره، نسبت إليه أن القرآن نزل في هذه المراحل. حبر الأمة. نعم. حبر الأمة لا شك في ذلك. ما الذي حدث؟ الذي كتبته أنا الكلام الذي أذكره الآن مدة طويلة جدا. الجمع الأول والثاني والثالث ما الفرق بينهم؟ الجمع الأول هو الأساس الذي نعتمد عليه. أنا سأقول كلاما ربما أكون مصيب أو أكون مجانب الصواب، ولكن في تقديري هذا ما أعتقده صواب. أولا، القرآن الكريم بصورته التي بين أيدينا
من الفاتحة إلى الناس، حتى لا يعتقد كثير من الناس أنه مجرد جمع وقع في زمن سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر، سيدنا عثمان عثمان بن عفان. ابن عفان رضي الله عنهما جميعا، بصورته التي بين أيدينا من الفاتحة إلى الناس. هذا القرآن موجود كما هو في اللوح المحفوظ بهذا الترتيب الذي بين يدينا. طيب السؤال، من أين جئت بهذا الكلام؟ من أين استنبطت هذا الكلام؟ كيف تقول كلام بهذا الشكل؟ كيف تتجرأ؟ والعلماء يقولون في جمع القرآن الكريم هناك سؤال يطرحوه، يقولون: هل هذا الجمع توفيقي أم توقيفي؟ سؤال جوهري، واختلفوا في ذلك وكتبوا صفحات من الكلام نعم. الطويل. لكن أنا أقول بكل صراحة، هذا الجمع القرآن الذي بين أيدينا هذا من الفاتحة إلى الناس هو القرآن الموجود في اللوح المحفوظ، وهو القرآن الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أعرج به إلى السماء السابعة. طبعا كلام سيقولون بعد الناس ممكن هذا الشيخ يعني جاء بكلام ما عنده ما علاقة. الدليل؟ نعم. آه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، ولكن ما حكى كل شيء، يعني ما قال كل ما رآه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه خاطب وسلم. ذلك المجتمع في ذلك الوقت بالقدر الذي يستوعبونه. خذ معي مثلا في هذه الرحلة الجميلة أستاذ أحمد، رحلة الإسراء والمعراج، المصطفى عليه الصلاة الله والسلام يسلمك. حكى لهم قصة أنه رأى الإبل التي تأتي إليهم، وأين هي وماذا يفعل الناس كانوا في الطريق، ومتى سيأتون، متى سيصلون. ثم عندما بدأ يحكي لهم عن عن بيت المقدس، هناك كتاب رائع جدا في هذا الموضوع كتبه عالم جليل من علماء الإسلام رحمه الله، وكان درة في العلم توفي قبل سنوات، اللي هو آه، الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. العلامة الإمام. الله أكبر. رحمه هذا الله. الإمام العلم الجليل كتب كتاب سماه الإسراء والمعراج. في هذا الكتاب ذكر أشياء ربما بعض الناس لو قرأوا الكتاب يقولون هذا الشيخ يقول كلاما ما عنده علاقة بالدين أو بالمعرفة، لكنه كلام كان دقيق في روعة الجمال. مهم. عندما تحدث عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه عن وسلم. حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان شيء آخر لا تستوعبه كل العقول. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما حكى لهم القصة تدخل المسألة. أنت تذكر، أنا دعني لا أريد أن أسب كثير في الموضوع لأنه سيأخذ منا الوقت هذا حتى لا شك. نرجع إلى موضوعنا. فقط أريد أن أعلق في الحادثة التي وقعت. سيدنا أبو بكر الصديق عندما سألوه وقالوا، عندما جاءوا إليه الناس وجدوا فرصة لكي يبطلوا دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ذهبوا إلى الصديق رضي الله عنه فسألوه، قالوا له: صاحبك هذا ماذا يقول؟ أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع هكذا بهذه السرعة. فالشاهد ماذا كان؟ سيدنا أبو بكر استخدم منهج علمي دقيق جدا، منهج يتماشى والعقل. ماذا قال لهم؟ قال سيدنا أبو بكر استدل بالممكن ولم يستدل بالمستحيل. الممكن هو أنك تذهب إلى بيت المقدس، تركب الدابة وتسير إلى بيت المقدس وتصل إليها. قال لهم: أقال ذلك أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع؟ قالوا له: نعم قال هذا. قال: إن قال ذلك قال فأنا أصدقه. فسألوه مرة أخرى فقالوا: كيف تصدقه؟ قال: أصدقه. هذا قال ممكن، نحن كلنا ممكن نذهب إلى بيت المقدس ونرجع. قال: أنا أصدقه بأكبر من ذلك. فماذا كان ذلك؟ ذلك كان المستحيل الذي يعتبر اليوم في عالم اليوم من الممكن القفز إلى السماء. قال لهم: أنا أصدقه بأكبر من ذلك، أنه يأتيني بخبر السماء وأصدقه بذلك، فكيف لا أصدقه بخبر الأرض؟ وهذا ممكن. ولذلك هذه الحادثة التي سمي فيها الصديق بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. الله. فالشاهد، نعم. نعود إلى
إلى مسألة جمع القرآن في المراحل الثلاثة. في المرحلة الأولى مرحلة النبوة، وجمع فيها القرآن الكريم في الصدور كما جمع كذلك في السطور، ليس في الصدور فحسب. فالمصطفى لأنه صلى الله عليه وسلم دكتور رأى القرآن كما هو مجموع الآن نعم في العرش في السماء كما هو نراه ونقرأه اليوم، ولكنه نعم لم يسأل عنه، عشان كده ما. لم يجب عنه، لم يسأل عنه، لذلك لم يجب عنه. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان، حتى أنت لو الله عز وجل يقول له فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كان يستعجل المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسألة حفظ القرآن. لا تحرك ولا به لسانك لتعجل به. نعم. نعم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا إن جمعه علينا وقرآنه. جمعه وقرآنه. نعم نعم نعم. ثم هذه المراحل، المرحلة الثانية مرحلة الصديق. الصديق لم يكن ولو سمحت لي راضي. دكتور، لو سمحت لي دكتور، كملاحظة أنا أقول لما يقول المولى سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نعم لا يمكن أن يقول المولى، وأنت أعلم مني بذلك، ولكن أنا تحليل أقول هكذا: لا يمكن أن يقول المولى سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر والقرآن نزله كما نقرأه اليوم. لا يمكن أن يتركه لاجتهادات بشرية، اجتهادات بشر قد يخطئون ويصيبون. والصحابة رضوان الله عليهم حتى تنازعوا واختلفوا في أشياء كثيرة، حتى المبشرين بالجنة منهم أنت تعلم ماذا حدث بعد في فترة الخلافة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فلا يمكن أن يكون نزله الله سبحانه وتعالى، نزله بعلمه ونزله بشكله الموجود، لا يمكن أن يتركه لاجتهادات حتى الصحابة ورضوان الله عليهم. ولذلك أنا أقول إنا نحن نزلنا الذكر، نزل كما هو موجود، لا يقبل الاجتهاد لا شك. ولا قد يكون لأنه المجتهد الفلاني قد يكون يتفق معه، ولم تظهر أي فكرة ولا مراجعة ولا دراسة تقول القرآن لم ينزل بهذا الشكل. فكلامك فيه منطق يا دكتور. واصل، هذه كانت مجرد ملاحظة. تفضل لا، دكتور. مداخلة دقيقة جدا في مكانها. دعني أقول لك شيء أستاذ أحمد. القرآن الكريم لم نقرأ فيما ذكر علماؤنا في السابق، الذين سبقونا في مجال الدراسات القرآنية. لم نقرأ لواحد يقول لنا هذه الآية أو هذه السورة أو هذه الآية ليس مكانها. الشيء الوحيد الذي اختلفوا فيه، تخيل أنت، الشيء الوحيد الذي اختلفوا فيه هو بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة في كل سورة من سور القرآن الكريم. مهم. الشيء الوحيد الذي اختلفوا فيه هل هي آية مستقلة نزلت لكي تفصل بين السور والآيات، أم هي آية للتبرك، أم هي آية لكي يعلم المصطفى عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة انتهت والسورة التي بعدها بدأت. لكن لم نجد حتى قول واحد يقول هذه السورة ليس مكانها، هذه أطول من هذه فضعوها في هذا المكان. الذين يقولون مثلا بمسألة اجتهاد بناء عليه أنه وضعوا الطوال أولا ثم بعد ذلك الترتيب الآخر بالنسبة للسور القرآن الكريم، هذا كلام غير صحيح أصلا. الصحيح أن هذا الترتيب هو الترتيب الإلهي الموجود في اللوح المحفوظ الذي أنزله المولى عز وجل، لأن القرآن قديم. نعم. هذا الكلام الذي عوقب فيه الإمام أحمد بن حنبل. القرآن قديم، لماذا؟ لأنه كلام الله قديم، لم يكن كلاما حديثا. القرآن ليس حديث. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات، لكن القرآن قديم كقدم المولى عز وجل، هو كلام الله، وهو مرتب أصلا سلفا، وليس ترتيب اجتهادي قام الناس فاجتهدوا فيه. إذن هذا من أكبر الأدلة التي تبين أن القرآن الكريم موجود بهذه الصورة كما هو، لكن عندما نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نزل حسب الأحداث والوقائع. منه ما نزل في الحضر، منه ما والإجابة نزل على أسئلة واستفسارات، نعم، وتوجيهات. على أسئلة واستفسارات، لأن المجتمع كان ينمو ويكبر. هل الناس كانوا في لغة العرب كانوا متساويين؟ العرب لم يكونوا متساويين حتى في لغتهم، كانوا في لم جاهلية، في يكونوا على جهلاء. نعم. مستوى واحد من اللغة.
اللغة كانت متباينة، فهم القرآن الكريم ما كان متساوي. نحن الصحابة فوق رؤوسنا رضوان الله عليهم أجمعين جميعا، نعم. في فهمهم للقرآن كانوا متفاوتين. وأكبر دليل على ذلك ما نقله الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن. امم. الإتقان، البرهان الإتقان للإمام الإمام الزركشي السيوطي. السيوطي. الإتقان في الإتقان والبرهان اختلط عليه الأمر. في نعم. كتابه أنه نقل كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلى اللهم الله عليه فقهه في وسلم. الدين والتأويل. يجلس في فناء الكعبة فيبدأ يشرح للناس معاني القرآن الكريم التي غابت عن الناس. فكيف كان يشرح؟ كان نعم. يأتي بمعنى الكلمة في لغة العرب، ثم يسأل منها هل هذا الكلام موجود في كلام العرب والقدامى؟ يقول نعم موجود. ويأتي كان بالشعر. امم. وإذا هذا يدل على أن الناس لم يكونوا على مستوى واحد في فهمهم للغة نفسها. والقرآن الكريم جاء بمدلولات أخرى مختلفة، أضاف شيئا لم يكن موجود في لغة العرب، جاء بمفاهيم أخرى لم تكن موجودة في لغة العرب. المشاهدون الكرام، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحديث الدكتور البروفيسور إدريس محمد عثمان أرتعة متواصل معكم في هذه الحلقة. تفضل دكتور. الحمد لله رب العالمين. عطفا على ما مضى، كنا نتحدث في مسألة جمع القرآن الكريم نعم. في في مراحله الثلاثة: مرحلة المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلى الله ثم عليه وسلم. مرحلة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم المرحلة الثالثة مرحلة ذو النورين عثمان بن عفان. رضي الله عنهم جميعا. ومنها توالت. طبعا هذه الفترة، حتى الدراسات الحديثة عن القرآن الكريم، حتى الدراسات الاستشراقية، عجزت أن تقول أن هذا الجمع غير صحيح. ما استطاعوا. في نهاية الأمر قالوا هذه فترة قريبة من بعد أصلا، حتى إذا ما كان موجود مثلا مجموع في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، زمن سيدنا عمر، أبو بكر وعمر وعثمان. رضي الله عنهما، قالوا في زمن عثمان، قال ليس ببعيد حتى زمن عثمان. لكن دعني أقول لك شاهد جميل جدا ورائع. تعرف كيف كان يجمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم القرآن الكريم؟ طبعا مما يذكر أن الذين جمعوا القرآن الكريم في صدورهم في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: من جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعة كلهم من الأنصار، وهم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. لكن الشاهد أن أبي بن كعب هذا الذي نجده دائما في الجمع الكل، في الجمع الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في جمع سيدنا أبو بكر، ثم في جمع سيدنا عثمان. على رأس القائمة زيد بن ثابت. حتى يقال أن إذا اختلفوا، سيدنا عثمان يقول: إذا اختلفتم في لفظ من الألفاظ أكتبوه بما يقوله زيد، لأن القرآن نزل بلغتهم، يقصد قريش باعتباره كان زيد قرشي. امم. فالشاهد أنه لم يختلف في شيء. طبعا القرآن كان محفوظ في الصدور، وهذا إلى يومنا هذا يحفظه الإنسان. القرآن ممكن أن تحفظه دون أن ترجع لأي كتاب، فقط بالتلقين تلقن ثم تحفظ القرآن. يا سلام. وهذه ميزة موجودة في القرآن لا توجد في أي كتاب من كتب الدنيا، لا كتاب خالص. سماوي كتاب أرضي. نعم، سبحان ما الله. في ما في أنت يعني أكثر من 604 صفحة يحفظها الإنسان في صدره. طفل صغير عمره 10 سنوات يحفظ القرآن، أقل نقول 5 سنوات، 4 سنوات يحفظ. واحيانا دكتور، انا الاحظ كملاحظه، الاحظ حتى في الذين اختل عقلهم، نعم. سبحان الله. فتجد انسانا مختلا عقليا وهو لا هنا، ولكن لانه كان مر بالقران الكريم، او من الذين كانوا يحفظون القران الكريم، احيانا تجده يستقيم وهو يتلو في القران الكريم. سبحان صحيح الله، حتى في المختل احيانا يعني. صحيح صحيح تقع كثير. ولذلك هو في صدور المؤمنين يعني.
لا شك في ذلك، لا شك تفضل. في ذلك. الله تبارك وتعالى قيض له كثير من مخلوقاته، مم. خاصة البشر الذين يعيشون، ولذلك يحفظه السيني حتى كما هذا يحفظه العلم العربي. الحديث، علم التكنولوجيا والوسائل الحديثة هذه، نعم. يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني. وكل ما نعم. يأتي من علم وتطوير يأتي حفظا للقرآن الكريم. والآن القرآن الكريم يمكن في أجهزة كده تدوس فيها، تخط فيها القلم، الآية تديك الآية مكية مدنية، أين نزلت وما سبب نزولها وتفسيرها وماذا قال فيها، مجرد أن تضع صحيح. يعني صحيح. حاجة رقمية كده، تضع عليها نعم. على الكلمة. وأما إذا صحيح. دخلت دار تعرف تفسيرها صحيح. واصطلاحا يعني حتى تفسير الكلمة الواحدة ذاته. تفضل دكتور. مع ولذلك ذلك، تعقيبا على الذي ذكرته، مع ذلك يظل هذا كل الذي وصل إليه العلم الحديث عندما تأتي إلى علم الله عز وجل، يأتي تحت هو علم قوله سابق. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. ما يسوى شيء، هذا ليس شيء، وإنما نعم. هو من العلوم التي. طيب، إذا هذه المرحلة كانت مرحلة طيبة، مرحلة النضج الأول لنستطيع أن نسميها مرحلة الدبلوم العالي. و ولذلك قضية جمع القرآن الكريم كان بحث التخرج في الدبلوم العالي. أيوة نعم. جميل هذا جدا. كان التخرج وجمع على وما زال 3 مراحل، ونحن سنعنون هذه الحلقة مراحل جمع القرآن الكريم. إن ولكن شاء الله. برضو ينساق الحديث مع حضرتك في هذه الحلقة المباركة، وسعيدين وممتنين لك دكتور أن تخصص لنا من وقتكم الثمين للحديث عن التجربة العلمية. ثم دلفنا بعد ذلك إلى مرحلة الماجستير، وكان للدكتور الذي قال لك إن هذه الأمة لا تقرأ، فلخصنا من 800 صفحة إلى 400 وشيء، نعم. وتوقفنا عند ذلك. وبارك الله فيك. الآن ندخل تم إلى مرحلة وطبعا دائما في مرحلة الماجستير رؤية نعم. الطالب والباحث، يعني هو يفتش ماذا. وأحيانا من حيث المناقشة لمرحلة نعم. الماجستير، أحيانا تبدر مبادرة من المناقشين الرئيسيين أو المناقشين الخارجيين، فيقول للطالب واصل في هذا البحث، أو طور هذا البحث فأعمله رسالة دكتوراه وما إلى ذلك. كما واجهتني أنا شخصيا على هامش الحديث. أنا كانت الماجستير عندي في حوار الحضارات، كيف عالجت الصحافة الإلكترونية مفهوم حوار الحضارات واستخدامات النخب لها. فأحد الدكاترة، وهي الدكتورة منى الحديدي أسأل الله يحفظها، قالت لي أن هذا البحث هو بحث جديد يعني في مفهوم حوار الحضارات، فقالت لي طوره وأعمل فيه الدكتوراه. ولكن إن شاء الله ما شاء فعل. فلم نكن توقفت في مرحلة البروبوزل، تقديم الهنا لشيء آخر، لأنه حوار الحضارات عرفت نهايته هو حوار والأديان، وإن الدين عند الله الإسلام. والأديان هذه حتى لو تحاورت فيما، ولكن في النهاية فتركت وصية الدكتورة فذهبت إلى الإعلام. وإن شاء الله إذا ما يسر الأمر الله سبحانه وتعالى يمكن أن نناقش في قضية الإعلام، لكن خارج حوار الحضارات. دكتور، رسالة نعم. الدكتوراه هل كانت من مم. وحي الماجستير أم كان عنوانا مختلفا تماما؟ وأدخل بنا إلى مرحلة الدكتور. أنا كنت أتمنى تعطوني شيء من الفرصة، ما زلت لم أكمل التعقيب على رسالة الماجستير طيب حتى تفضل. أضيف المدخل الآخر. نعطيك بالأمس، فرصتين وثلاثة وأربعة. تفضل. الله يسلمك، أنا دعني بالأمس أنا أشرت إلى قضية لا لا. المصادر والمراجع. قضية المصادر والمراجع هي قضية مهمة جدا بالنسبة للباحثين والكتاب وأبنائنا إن شاء الله في المستقبل القريب الذين يدرسون حتى الآن الدراسات الإسلامية. طبعا نعم. أنا أدرس إلى يومنا هذا، ما زلت أدرس في عبر وسائل أونلاين يعني. التواصل. أيوه. أدرس طلبة، عندي طلبة في مرحلة الدكتوراه، ما زلت أدرس بعدهم. ما شاء الله.
نعم، ما زال عندي طلاب أتواصل معهم أدرس مادة الأسلوب. طيب، الشاهد، نأتي لمسألة المصادر والمراجع. بالأمس ذكرتها، ولكن ما عقبت فيها تعقيب يليق بها أو يليق بمقام مسألة المصادر والمراجع. دائما نحن في الدراسات، الطالب عندما يتجه إلى دراسة أي موضوع، أول شيء يقوم به لابد من وجود دراسات سابقة على موضوعه، لابد. لأنه أنت سألتني بالأمس، وأنا ربما في الحلقة الماضية عفوا، وأنا قفزت على مسألة المصادر والمراجع، ذكرت مم. مجرد أنني طالعت مجموعة من الكتب. فقط أريد أن أذكر المصادر والمراجع عن الحسبة في التراث الإسلامي، سواء كان هذا التراث مخطوط أو تراث موجود. فقط بعجالة، وإن شاء الله ما يأخذ الكثير من الوقت. طبعا من أقدم الكتب التي تناولت موضوع الحسبة الذي كتبت فيه أنا، وسأذكر هذه المصادر حسب التاريخ الزماني، لأنه هذا أيضا له دلالة أخرى على موضوع الكتابة نفسها. نعم. وأيضا للمستمع لهذه الحلقة أو للطلاب الباحثين، لأن سيشاهدها إن شاء الله بعض طلابنا ويستفيدون من هذه القضية. إن شاء الله. الترتيب من الناحية المنهجية مهم جدا في ترتيب المصادر والمراجع، أن تبدأ بالأقدم ثم الذي بعده حتى تصل إلى المصادر والمراجع الحديثة التي نسميها نحن مراجع. يعني عندنا مصطلح مصادر ومراجع، مصطلحين أحيانا مترادفين وأحيانا متباينين. أنا باعتباري أستاذ مادة البحث العلمي أقول أحيانا المصطلح الذي يقول أن المصادر هي الكتب القديمة، فأذهب إلى هذا الرأي، أنا أقول المصادر هي الكتب القديمة، والمراجع هي التأليف الحديثة التي أضيفت في المكتبة العربية الإسلامية. جميل. على كل حال، دعني أسرد بس مجموعة بسيطة من هذه المصادر. كان أقدم كتاب وقفت عليه وأنا أدرس الحسبة كتاب اسمه أحكام السوق ليحيى بن عمر، متوفى سنة 289 للهجرة. الهجرة. ثم 200 سنة، يعني في القرن الثالث الهجري، كتبوا عن الحسبة في القرن الثالث الهجري. وكتاب الاحتساب للإمام الزيدي سنة 304 للهجرة، عنوان الكتاب الناطق بالحق الناصر للحق والأحكام. وكتاب آخر اسمه كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر أحمد بن هارون المعروف بالخلال، هذا متوفى سنة 311 للهجرة. ثم يأتي كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله، وهذا نعم. بحر بر في العلم. حتى كان يقول بعض العلماء الذي لم يقرأ الأحياء فهو ليس من الأحياء. يا كتاب سلام. إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله، الغزالي رحمه الله. نعم. رحمة الله. هذا ترك تراث طيب جدا في أصول الفقه وفي الفقه الإسلامي. وكذلك كتابه هذا يعد من أفضل الكتب التي يستحسن بالناس أن يراجعوها ويدرسوها و... نعم. ولا تكون بعيدة إن شاء الله من مكتباتهم. ثم يأتي بعده الإمام الغزالي، توفي طبعا 450 للهجرة. ثم جاء كتاب اسمه أدب الحسبة للسقطي المالقي، وهذا كان في سنة 500 للهجرة. وثم جاءت رسالة في القضاء والحسبة لابن عبدون الإشبيلي اللي هو 541. ثم يأتي كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة للإمام الشيرازي سنة 589. بعده في القرن السابع الهجري جاء كتاب آخر معالم القربة في أحكام الحسبة لمحمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة. وهذا الكتاب كل من جاء بعده تقريبا اعتمد عليه، حتى ظهر عصر الإمام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه الإمام ابن تيمية كتب كتاب بعنوان الحسبة في الإسلام، وابن تيمية توفي 728. ثم جاء بعده تلميذه ابن القيم وكتب أيضا بعد الكتاب بعنوان الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، فتناول الحسبة ضمن أبواب كتابه. ربما في الجلسة السابقة أنا ذكرت كتاب الحسبة. لم يكن كتاب الحسبة للإمام الماوردي. الإمام الماوردي عنده كتاب اسمه الأحكام السلطانية في مهم. سنة 54. الماوردي لأنه كان قاضيا
وكان عالما جليلا، وكان مفسرا القرآن الكريم، وتفسيره ذكرت لكم في الحلقة الماضية، وهو اسمه النكت والعيون، من أفضل الكتب نعم. المكتوبة بطريقة منهجية علمية. عندما يقول كلام ينسبه إلى قائله مباشرة، ما يأتي ويقول هذا الكلام إلى أين يرجع. هذه مم. بعض المصادر، بالإضافة إلى هناك كتب موسوعية كتبت عن موضوع الحزب في الإسلام، كتب موسوعية ضخمة كبيرة، مثل كتاب نهاية الإرب في فنون الأدب للنوير، وكتاب صبح العاشة في صناعة الإنشاء للقلقشندي المتوفى سنة 820، نعم. وثم كذلك كتاب مقدمة عبد الرحمن بن خلدون، وهي مقدمة عن التاريخ، ولكن عبد الرحمن بن خلدون أيضا تناول الحزب في مقدمة هذه. ثم كتاب كذلك إغاثة الأمة بكشف الغمة للمغريزي، وهو كتاب ضخم يعتبر من الكتب الموسوعية، المتوفى سنة 885. هذه بعض المؤلفات التراثية التي كتبت عن الحزب. وإحصاء المصادر والمراجع عن الحزب في ذلك الزمن صعب، لأنها كثيرة. هذا واحد. اثنين، السبب الكبير بعض الكتب ما زالت مخطوطة ومفقود بعدها من المكتبة الإسلامية، ولذلك كتب التراث كثيرة، ولكن مع كثرتها تناولت الحزبة وكانت مصادر مهمة. فقط نحن عندنا مشكلات مع هذه المصادر والمراجع. هذه المؤلفات مع قيمتها العلمية، ومع المادة الموجودة فيها، ومع الكتب المنشورة منها والموجودة بين أيدي الناس، بعضها ربما الناس لا يستطيع أن يصل إليه لأنه موجود في أسفار ضخمة. لذلك هذا كان سبب من الأسباب التي جعلتني انتقل للكتابة عن هذا الموضوع. لكن مشكلتنا تكمن أين؟ لا تكمن كما قال الدكتور رحمه الله الدكتور ساعي، لا تكمن في الكثرة، أحيانا تكمن في ابتعاد المجتمعات الإسلامية عن المفاهيم والمصطلحات التي كانت موجودة أصلا في كتب التراث. الفكر الحضاري الإسلامي بعيد، كل الناس بعيدين منه كل البعد. كذلك فقدان المصادر التراثية بعدها، هذا يعد أيضا بعد عن التراث. فهذه الكتب التراثية مع القيمة العلمية التي أشرت إليها، توجد عندنا مشكلة، توجد خصومة بيننا وبينها. أنت إذا ما تحب شيء كيف تتعلق به؟ ف... ومن الحب ما قتل، وأنت نعم. شاعر وأديب تعرف ذلك. الشيخ الترابي رحمة الله عليه كان يعني يهتم بفكرة المفاهيم والمصطلحات، نعم، أن نعم، نرجع المسلم إلى المفاهيم، واستحداث نعم، مفاهيم حديثة يعني تتماشى وتنقل التراث الإسلامي، آم، الفكر يعني، إلى واقع معاصر. وكان له اجتهادات كثيرة في يعني من بين الاجتهادات والمصطلحات المنهجية والسلوك، رحمة نعم، الله عليه ورحم الله العلماء. وأنا أتفق معك تماما دكتور، إنه مشكلتنا نحن مشكلة مفاهيم. من بين حقيقة. المفاهيم والمصطلحات أن نوقعها على واقعنا المعاصر، نعم، نحتاج إلى مفكرين يستنبطوا من التاريخ ومن التراث ومن الفكر، وليواكبوا. وإنما جاء الإسلام ليواكب كل العصور وكل تفضل دكتور، قاطعتك معلش يعني. لا، 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 بس فكانت هذه فقط مجرد مصادر قديمة، وهي كثيرة ج- كما قلت لك. والمصادر الحديثة أيضا جميل. تناولت أنا أثناء الدراسة، تناولت كذلك بالدراسة والتحليل لرسالتين من الرسائل طيب، التي بالعودة إلى كتبت. السؤال، فكرة نعم، الدكتوراه كانت من وحي أنت ما قلت نعم، اتجهت اتجاه آخر، فكده فكرة عنوان الدكتوراه لأن الطالب لا يهتدي مباشرة إلى العنوان في خطوة واحدة أو مرة واحدة، يعدل ويعمل ويستشير وما إلى ذلك. فكيف اهتديت للعنوان، وماذا كان عنوان الدكتوراه؟ عنوان الدكتوراه كان امتداد للفكرة نفسها. مهم. كان بعنوان قضاء المظالم في النظام الإسلامي، أصوله الشرعية وتطبيقاته العملية. يعني مرة ثانية، قضاء المظالم. انتقلنا
من قضية الحسبة إلى قضاء المظالم مم. في النظام الإسلامي، أصوله الشرعية وتطبيقاته العملية. مم. طيب، السؤال يقول: ما المقصود بقضاء المظالم؟ هل كل قضاء ليس مثله مثل أي قضاء؟ لا يستوي قضاء المظالم مع القضاء العادي والقضاء المستعجل والقضاء المحاكم الشرعية البسيطة، إنما هذا قضاء ينتقل إليه الإنسان عندما يصطدم بالسلطة هي السبب في مسألة إجحاف، أن يقع مثلا تجحف في حقه. فالقضاء دون الحسبة، لأن الحسبة كما يقول الإمام الماوردي واسطة، أي بمنتصف بين قضاء المظالم السلطة العليا وبين القضاء الذي هو تحت الحسبة، لأن ما يقوم به المحتسب أكثر ما يقوم به القاضي. القاضي لا مم. يخرج لهذه الأشياء، أشياء كثيرة لمسألة منع كثير من القضايا التي يقع فيها الإنسان ويمنعه ويردعه وكذا، لا يقوم بها. فالشاهد قضاء المظالم كسلطة أعلى، لأن الفكرة أيضا كانت عندي أنا أكتب في ثلاثة كتب، وإن شاء الله ربما الله يحقق لنا فيما بقى من عمرنا. إن شاء كنت الله. كنت ناوي أن أكتب عن القضاء وقضاء المظالم وعن الحسبة، ثلاثة مؤلفات، ولذلك أخذت قضاء المظالم. ثم عندما ذهبت به إلى المشرف وافق مباشرة وقال: استكمل الفكرة، أنت لديك مصادر ومراجع كثيرة وقفت عليها الآن وستعينك، ووقفت كذلك على قضاء المظالم من زوايا مختلفة. في الماجستير. طيب أيوة، في سؤال دكتور. الماجستير ما هدت لي ما هدت لي تماما أيوة، يعني. يعني أنت استمريت في ذات الفكرة مع تطوير وإضافات في نعم، رسالة الدكتوراه. في طيب، رسالة الدكتور. عندما يعني نقول قضاء الرسالة المظالم في النظام الإسلامي أصوله الشرعية وتطبيقاته العملية، نعم. هل نحن في الفكر الإسلامي يا دكتور عندنا نظام إسلامي واحد ولا نظم إسلامية؟ هنا هذا سؤال جوهري، سؤال مهم جدا. لأنه قضاء المظالم في النظام الإسلامي لما نقول يعني قد يتبادر إلى ذهن المشاهد والمستمع، هو ما هو النظام الإسلامي؟ هل عندنا نظام إسلامي واحد وعندنا يعني أئمة ثقاة، الإمام يعني المذاهب، يعني المذاهب الأربعة المعروفة. فالنظام أستاذ الإسلامي أحمد، أن نفرق كده، يعني فكفك لنا هذه المفاهيم. طيب أنا سأقول لك اليوم ربما كلام لم تسمعه أظن من غيري، والله أعلم. تفضل دكتور. طيب أستاذ أحمد، الله عز وجل عندما خلق الخلق ميزهم بالعقل عن غيرهم من المخلوقات. ما فيش، نعم. ثم في دائرة المخلوق البشر، آه الإنسان حسب فطرته التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. فطر الناس عليها، نعم. أيوة، إذا كانت الفطرة سوية ربما تفتقد شيء واحد، وهي مسألة الإيمان بالله. ربما هي قد تكون فطرته سليمة وسوية، إلا في مسألة المعتقد الذي فارقه عندما قلد في مرحلة من المراحل إحدى الأبوين. هذا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو هكذا، ومعنى يعني يولد على الفطرة أليست تعني أنه يولد على الإسلام؟ لا شك في ذلك. مم. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، على الفطرة فأبواه إلى آخر الحديث، نعم. إلى آخر الحديث. إما يأخذوا إلى، وهي قضية ثقافة الآن، قضية ثقافة الآن. لكن تعال مع الإسلام، عندما نقول نظام إسلامي، الإسلام كنظام هناك شيء اسمه أصول وهناك فروع. الأصول ما هي؟ النصوص الواضحة التي لا تحتاج إلى فك الرموز. مثلا هذه واضحة. مثلا عندما نأتي في أصول الإسلام نأتي في قضية الإرث، مم. هذا جزء من الشريعة وليس كل الشريعة.
بعض الناس ربما يفتكروا النظام الإسلامي معناه أقطع يد وأقطع رجل وهذه الأشياء، يظنون هذه النظام الإسلامي. هذا ليس نظام إسلامي، هذا عبارة عن قوانين جزئية تقوم بها أعراف ويقوم بها الإسلام. ولكن الإسلام لماذا شرع هذه الأشياء أيضا؟ ما سؤال مهم جدا. لماذا شرع الإسلام مثلا قطع اليد و... وجلد الزاني ورجم لماذا هذه الأشياء؟ لأنها روادع ونظام. والإسلام لعلمك أستاذ أحمد، يعني كقانون للبشر، هو لا يخفي شيئا. ما عندنا شيء اسمه شيء مختفي، نحن كل شيء في الظاهر في العلن. عندما تطبق شريعة الله عز وجل على فرد من أفراد المجتمع، مثلا كجلد مثلا الزاني، نحن لا نجلد الزاني ده في غرفة من الغرف نقول والله زنيت تعالوا ونضربه كما نشاء، ولا نخفي هذه المسألة. لماذا؟ لأن عند سؤال طرحه الفقهاء في كل المدارس، يقولون هل هذه الأحكام هي جوابر أم زواجر؟ جوابر بمعنى أنها ترفع عنه مسألة العقوبة الأخروية، وزواجر بمعنى أنه المجتمع يرتدع بهذا العمل. يزجر الآخر. نعم. لا المجتمع نفسه لا يقصد هو، إنما المجتمع عندما يرى الناس كلهم يجتمعون حوله ويعاقب، إذا الناس يرتدعون. خذ مثلا في الأنظمة الحديثة الآن، أنت في هذا البلد الآن لو عبرت إشارة المرور وضع أمامك كاميرا تأخذ اللقطة، يغرمك مال، ممكن يأخذ منك الرخصة. هل هذا الأمر يستطيع أن يكرره كل واحد من الناس الذين يسوقون في الطرقات؟ لا يستطيعون. هذا إذن قانون، ولكن ألهم الله عز وجل هذه القوانين للبشر. إذن هذا نفسه لأنه حسن من حسنات الفكر البشري، فهو يعد أيضا ما دام حسنة. عندما نأتي في الإسلام نقول والله هذا قانون من قوانين الإسلام، الإسلام لا يمنع هذا ما دام الشيء صواب، فهو ألهم الله عز وجل الإنسان أن يقوم بهذا العمل الصواب. لكن تعال عندي في المدارس الفكرية الإسلامية، الإسلام كمنهج ليس لا يحجر العقول، إنما يعطي مساحات للتفكير. ولذلك اختلف الفقهاء في مسائل كثيرة. دعك من المسائل المتشعبة حتى اختلفوا، والاختلاف طبعا فيه رحمة ليس خلاف، لكن اختلفوا في بعض المسائل. حتى في الصلاة الآن مثلا بعض الناس لو قلت لهم هل يجوز مثلا أصلي بأي آية ولا أي سورة من القرآن الكريم، يقول لك كيف بنصلي بالفاتحة؟ وهذا الواضح عندنا نحن، ما قرأت الفاتحة صلاتك باطلة. وطبعا ممكن تقوم الدنيا ولا تقعد، لأنهم هؤلاء ليسوا فقهاء، عوام. لكن لو قرأوا الفقه الإسلامي لعرفوا لماذا اختلفت القضية في فهمها، لأن كل واحد فسر هذا النص حسب اجتهاده هو. والاجتهاد، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كلف سيد معاذ بن جبل رضي الله عنه بهذه الرسالة إلى اليمن، قال له بما تقضي؟ هذا الآن نظام، إذا عرض عليك قضاء، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأي ولا ألوم. إذن القضية فيها اجتهاد، لكن متى يكون هذا الاجتهاد؟ بعد معرفة الكتاب والسنة. طيب الآن المذاهب نحن نقول يعني في الغالب في الغالب نقول هم أخذوا مثلا المذاهب الأربعة. المذاهب هي أربعة فقط؟ الفقهاء فقط كانوا أربعة؟ لا، لم يكونوا أربعة. والمدارس الفقهية لم تكن أربع مدرسة فقط، إنما كان فقهاء. ربما لا تستطيع المدارس حتى أن تقول الإحصائية هي هذه فقط ونتوقف هنا، لكن هذه المدارس التي قيض الله تبارك وتعالى لها الانتشار، فانتشر. أول مذهب كان مذهب الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم، ثم جاء بعده الإمام مالك إمام دار الهجرة، ثم جاء بعد ذلك الإمام الشافعي الذي تتلمذ على الإمام مالك، ثم جاء الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. وكل منهم اجتهد، وكل منهم له يعني تصانيف التي قام بها، وهي لا تفاضل بين هذه الأشياء، هي كلها مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أين المشكلة موجودة؟ المشكلة موجودة في فهم في نقل بعض العلماء سامحهم الله، في بعض العلماء أن
حجروا عقول البشر ومنعوا الناس أن يستوعبوا هذا الدين استيعاب كامل وشامل، وفرقوا بين الناس في بعض المفاهيم البسيطة التي لا ترقى إلى مستوى التناطح والتجاذب في كثير من المسائل، ولذلك أبعدونا من الجوهر وجعلونا نختلف في مسائل وضوء وطهارة ومن يؤم الناس ومن لا القبض يأمن. والبسط وهكذا، هذه كارثة طبعا. هذه وقبل وبعد. طيب بالعودة ينبغي لنا. للسؤال دكتور، بالعودة نعم للسؤال، هل نعم نعم. لدينا نظام واحد أم مجموعة نظم في النظام؟ يعني نحن نناقش هسه عنوان الدكتوراه، وطبعا نعم أنت أخذت فيها جائزة علمية، لا نناقشها طبعا. ما عندناش السلطة العلمية والفكرية، نعم. لكن لما نقول قضاء المظالم في النظام الإسلامي، هل لدينا نعم. نظام واحد أم هي مجموعة؟ إذا في استقام السؤال. حسب الواقع الذي نعيشه نحن الآن لا نعيش في إطار دولة واحدة حتى في الإسلام، في المجتمع. لكن في إطار المجتمعات المسلمة. يعني أولا أينما حل المسلم فهناك شريعة الله موجودة، يجب أن لا ننسى. بعض الناس ممكن يفسر الشريعة بأنها تحتاج لدولة تكون قائمة موجودة وهي التي تعاقب الناس وتحاسب. هذا كلام مفهوم بعيد كل البعد عن تفسير كلمة شريعة نفسها. الشريعة أينما وجد الإنسان موجودة. ما المقصود بالشريعة؟ أوامر ونواهي، صح؟ نعم. بما أمر الله بالصلاة، بما أمر بالزكاة، بما أمر بالإحسان، بما أمر بالعدل، بما أمر كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو من شرع الله. أفعل ولا تفعل على رأي الإمام الشعراوي رحمه الله. هذا هو افعل ولا تفعل. إذا قمت بهذه أفعل، وقلت هذا لا تفعل، لا تفعل، افعل ولا أنت تفعل، أقمت الشرع. خلاص. أنت تحتاج دولة؟ أنت ما تحتاج دولة. دولة شنو؟ أي دولة التي تحتاج؟ دولة الإمامة. هذا موضوع مختلف فيه، لأن الإمامة كانت سلطة زمنية، حتى لذلك ظهر فيها الخلاف. الإمامة سلطة زمنية، هل تحتاج إليها الآن؟ هل تريد أن ترجع لنا مثلا بالخلافة؟ الإسلام في شريعته أينما وجد ولذلك لنا العسل نظام واحد، موجود. لنا نظام واحد. النظام واحد في كثير من المسائل، يجب أن نوحد. عندنا عدد في مسألة النظام الإسلام نظام واحد، ولكن في فقه الإسلام، في فقه الإسلام اختلفنا نحن. أما من حيث النظام فنظام الإسلام واحد، لأنه أصوله قرآن وسنة، نعم. ثم نختلف نحن في الفروع. فمثلا المذهب إذا كان مجتمع موجود في دولة من الدول، نقول هذا المجتمع يجب أن يأخذ مذهبا واحدا، حتى لا يطلق واحد المرأة واحد من الشيوخ والثاني يزوجها. لابد أن نكون على مذهب واحد من المذاهب الفقهية، تكون واضحة القضية. فهذا نظام الأسرة، النظام الاجتماعي نفسه يجب أن يكون نظام موحد، وما نعدد في داخل الدولة الواحدة، لا نعدد النظم. لازم يكون واحدا، فقه واحد، نتبع مثلا مذهب واحد من المذاهب الفقهية. لكن لو قلت لي مثلا في دولة مثل إريتريا، نحن طبعا ناس المنخفضات أظن عندنا المذهب المتبع، عندنا مذهب الإمام مالك. تقريبا الشعب الإريتري مذهبه الإمام مالك. لكن عندنا لا تنسى أيضا في إريتريا المذهب الشافعي موجود، مه. وكذلك دخلت إلى إريتريا مذهب الإمام أحمد بن حنبل موجود، الأغلب. وكذلك موجود في إريتريا بعض الناس، أنا لا أقول كل، لكن موجود المذهب الزيدي. الإمام زيد يعتبر هو إمام لكثير من الأئمة. الزيدية أيضا موجودة. أي زيدية؟ الشيعة. الشيخ دكتور. عندما أقول الشيعة سيتفرع. الناس شوف، وهذه أكبر كارثة في العقل أيضا. عندما نفكر ونبدأ، أول ما نقول كلمة شيعة العقل ينصرف إلى الأسوأ، ما ينصرف إلى الأحسن. هل مر بك قضية المذاهب الخمسة؟ أحيانا يبدأوا يقولون، عندما يكتبون حتى الباحثين يقولون المذهب الخامس الأقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الإمام زيد. من قال لك هذا الكلام؟ الإمام
زيد هو على رأس مذهب أهل السنة والجماعة، هو ذاته أساس مذهب أهل السنة والجماعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وليس على طيب طيب دكتور بركبوه. نحن في برنامج بركبوه. في برنامج مع اللغة العربية ولا بد أن أعتقد نعود. أنه مسائل فكرية وفقهية لا، نعم. وشرعية ونظمية كذلك، كأننا يعني نحتاج إلى أن نغير البرنامج، ولكن سنعمل البرنامج نحافظ على اسمه إن شاء ونسير الله نعود إلى شيئا اللغة العربية. فشيئا. نعود إلى اللغة العربية، ولكن برضو من صلب هذا الدين أنه نعم. في إطار اللغة العربية نناقش قضايانا الفكرية نعم. وكذلك المسائل النظمية في المجتمع الإسلامي. طيب، نعم. إذا كانت الأصول الشرعية دكتور هي نعم. منصوص عليها، وأنت تعمد إلى يعني الاجتهاد والقياس ده شيء، لكن أنت لك الأصول الكتاب والسنة. نعم. التطبيقات العملية مم. تختلف من مجتمع لآخر، من عصر إلى آخر، من فكر سائد إلى رؤية غير ذلك، في الحضر في المدن وهكذا. التطبيقات العملية، هل وجدت أنه دكتور نحن حنفكفك هذه الدكتوراه عشان تدينا الوصايا التوصيات والملاحظات التي خرجت بها، وكيف كانت الدكتوراه والدرجة وما إلى ذلك، ثم سندخل في نتاجك الفكري والعلمي والبحثي في إطار هذه الدكتوراه أو في الماجستير. كيف وجدت الأصول الشرعية والتطبيقات العملية مقارنة؟ والتطبيقات العملية ماذا كنت تعني بها؟ هل تطبيقات عملية في مختلف العصور؟ عصر الصحابة ليس عصر الذين تلوهم إلى هذا العصر الذي نعيشه دكتور. فادينا كده عناوين، وإن كان الحديث ما الزمن لا يمكننا، لكن إن شاء الله سندخل من هذه النقطة إلى الحلقة الثالثة. لكن أدينا ملخص كده للأصول الشرعية والتطبيقات العملية. طيب، أولا بالنسبة لموضوع الدكتوراه، بالنسبة لقضاء المظالم، أنا لم أستكمل الموضوع. يعني ما مشيت فيه، ممكن درست فيه لمدة عام كامل. مهم. والعام الثاني تغير المنهج، لأنني انتقلت من الجامعة إلى مؤسسة أكاديمية، ومن ثم تحولت من القرآن الكريم وعلومه إلى شعبة أخرى، وهي شعبة اللغة العربية. وانتقلت إلى موضوع آخر إن شاء الله سنأتي إليه في يعني الحلقة هذا القادمة. العنوان ألم تبحث فيه رسالة الدكتوراه؟ بحثت فيه، ولكن توقفت بعد عام من البحث مم. ولم أكمله، لماذا؟ لأن غيرت وضع الدراسة حسب متطلبات الجامعة اللي كنا فيها. الجامعة كانت تبحث عن طلاب لغة عربية. طيب، هذا العنوان تركته كده ولا هو في إطار التأليف والبحث وهكذا استمريت عليه؟ موجود في إطار التأليف والبحث، وعليه دراسة طيبة عملت به بعد. وعليه نصحح المفهوم، المعلومة أنه الدكتوراه تبع حضرتك لم تكن في هذا العنوان. لم تكن في هذا، ولكن هذا عنواني خاص بي، وموجود ما زال أنا محفوظة أكتب فيه. الملكية الفكرية محفوظة لك. إن شاء الله إن شاء الله. طيب، عنوان الدكتوراه كان شنو؟ كان في اللغة العربية، يجمع بين الدراسات اللغوية والقرآنية، وكان بعنوان الأسس المنهجية للنظرية الأسلوبية في دراسة النص الأدبي. طيب، نحن هذا العنوان سنناقشه، في يعني الحلقة تحدثنا عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. رسالة الدكتوراه، مرحلتها، وما هي التحديات، كيف تجاوزتها، والفترة الزمنية، وكيف كان النقاش والمناقشين الداخلين والخارجين. عفوا. لا بس. لأن هناك من يستفيد من مثل هكذا تجارب للعلماء والمفكرين. طيب، أنا فقط بماذا تود أن تختم لنا هذه الحلقة فضيلة الدكتور هذه الحلقة البروف أريد أن إدريس محمد أختمها عثمان لك أبتع؟ بالسؤال الجوهري الذي طرحته قبل قليل، قضية التطبيقات العملية
في مسألة النظام الإسلامي. وأنا تناولت هذه القضية في دراسة الحسبة، تطبيقات عملية الحسبة وسنظام الحسبة. يعني بعد عصر التدوين، عصر التدوين العلوم بدأ متأخر، لم يكن في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا في نعم عهد صلى الله عليه الصحابة، وسلم. إنما بدأ متأخر. آه التطبيقات العملية بالنسبة لنظام الحسبة في إطار مقتضيات الإسلام، أنا ذكرت تطبيق الحسبة في التوجيه التربوي والتعليمي، وتحدثت تحت هذا العنوان عن الدعوة إلى الله وعدم، عفوا، التوجيه التربوي والتعليمي. ثم كذلك تحدثت، أنا سأختم هذا الموضوع إن شاء الله بالحسبة والإعلام، لو تسمح لي. جدا، تفضل أه؟ دكتور. في نعم. في حدود نعم. خمسة نعم. دقائق في حدود 5 دقائق فقط أتحدث عن الحسبة والإعلام. هذا فيما كتبته في مرحلة الماجستير، الاحتساب في الإعلام. الحسبة في الإطار الإعلامي. طبعا والله التأصيل نحن الشرعي، كل أعلامنا ده نحتسبه إلى الله سبحانه إن وتعالى. شاء الله التأصيل الشرعي للحسبة هي أصلا نشأت كأصل من أصول النظام الإسلامي مم. في إطار التواسي بالحق وعمل الخير وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع. يا سلام، نعم. ومن ثم تناولت في هذا الإطار الحسبة، الدعوة إلى الله. الإطار الإعلامي، الإعلام لابد أن يكون إعلام موجه، يقصد به إذا كان إعلاما إسلاميا يقصد الإعلام به الإسلامي. الدعوة إلى الله يقصد به الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهناك دكتور، هناك نظريات في الإعلام الإسلامي. هنالك إعلام إسلامي، لا شك. هنالك إعلام مدني. نحن نعم. طبعا نمارس هذه المهنة، درسنا الإعلام الإسلامي كذلك، وله نظريات كثر. ومن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الإعلام نعم. الإسلامي له ضوابط، ونحن نتشرف ونشرف والحمد لله عبر من خلال هذه القناة المباركة بننطلق من مفاهيم إسلامية بحتة، ولا ليست تمام. النظريات العلمية التي درسناها في الإعلام للإعلام المدني المعاصر. والإسلام هو معاصر أصلا، وحكاية أنه نفصل بين الإسلام والمعاصرة هذه مغالطة مفهومية. تفضل دكتور. إذا رسالة الإعلام في المنظومة الإسلامية مم. هي التي تعبر عن الرسالة الإسلامية، هذا بالدرجة الأولى، وهذا ما تمارسونه إن شاء الله. إن شاء الله. وهي التي تحمل القيم والأخلاق، وتحمل النظرية والنموذج والمثل الأعلى إلى الأمم والشعوب الأخرى. نعم. والإعلام الإسلامي كما يصف أحد الباحثين يقول: وثيق الإيمان برسالته، عظيم المغالاة بها، وأن السبق الدينية والعبادية لا يمكن أن تنفك عن أعماله ووسائله المختلفة. وأجهزة الإعلام عندما تؤدي دورها، والحالة هذه هي ميادين جهاد ومساجد صلاة ومدارج تقوى ورضوان. ولذلك الوسيلة الإعلامية مهمة جدا، وهي قديمة. أنا طبعا استدليت كذلك على مسألة الإعلام الإسلامي بوقائع تطبيقية كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة صلى والسلام. الله عليه وسلم. تعرف سيدنا خالد بن الوليد سبب إسلامه كان إعلام. ما في شك. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه آه، كانت هناك رسالة بعث بها أخوه إليه. ماذا يقول له لخالد بن الوليد؟ لم أرى عجب من ذهاب رأيك عن الإسلام يا خالد، وعقلك، ومثل الإسلام يجهله مثلك، وقد سأل عنك النبي عليه الصلاة والسلام. أخوه يقول له هكذا. يا سلام. هنا خالد، نعم، هذا أعطاه خبر. الإعلام هو إخبار. أخبره يقول مثلك يجهل الإسلام. عجب، كيف هذا الكلام يا مم. رجل؟ فإذا بخالد رضي الله عنه يأخذ بهذا الكلام وينشط للخروج. وهنا رغب في الإسلام وسره سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. هذا نموذج أنا جئت به كجانب تطبيقي من تطبيقات صحيح. نعم نعم. نعم. وكذلك الإعلام الإسلامي يكون بعيدا كل البعد عن إشاعة الفحش بالكلمة أو بالصورة، وهذا ما يبتعد عنه يمكن الصورة دكتور إن والصوت. شاء الله في يوم من الأيام ما أقاطعك الحديث، لأنه المخرجين حنكون شوية ندخل عليهم. لكن والله نعدك دكتور أن نتحدث عن الإعلام من مفهوم إسلامي.
إن شاء الله هذا تعالى. شرف لنا مع حضرتك لنستفيض فيه من الحديث، لأننا نعيش فترة الفوضوية الإعلامية، ولأن الإعلام الإسلامي له ضوابطه. زي ما نعم. قال الشاعر: يد الإعلام تهدم ما نعلي، وهل يعلو البناء بالانهدام. هذا مم. قال شاعر سوداني، فراج الطيب السراج رحمة صحيح. الله عليه. وباسم الفن تغزون البغايا لنشفى بالسمام من السمام، في ميمية مشهورة يعني. ولذلك أنا أشكرك دكتور، ومن باب من نافلة القول، كما أسلم خالد بمفهوم إعلامي، سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، كذلك أسلم كعب بن زهير بن أبي سلمى، لا شك في ذلك. وهو شاعر الإسلام وشاعر البردة الله وهكذا. أكبر. وكعب وسنأتي هذا بذلك. نعم. سنقف عند كعب إن شاء الله وأنت في وأنت لقاء شاعر بعد. مجيد. سنقف عندهم إن إن شاء شاء الله الله تعالى بإذن المولى. في أيها قصيدته الأحباب المرتقى. الكرام، يعني إن شاء الله تعالى. ما أصعب أن تناقش مفكر وبروف ودكتور بهذه المساحة، ودائما الزمن شوية يحاصر المفكرين، فأعذرنا على أن تخطفناك من هنا وهناك، ولكن لا. دائما كل شيء مفيد يعني نهايته شوية بتكون بهذه الدرجة. فاستسمحك عذرا سيد الكريم، وأشكرك جزيل الشكر باسم كل المشاهدين. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان كلام. عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي الطيب السراج رحمة الله عليه: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. بارك الله فيك دكتور، باسم كل المشاهدين وباسم كل الذين يحرصون لإخراج هذه الحلقة بما يناسب حضراتكم أيها المشاهدون الكرام. هذه تحيات محدثكم معد ومقدم البرنامج أحمد شريف. كان معنا الدكتور البروفيسور إدريس محمد عثمان أرتع في حديث عن جمع القرآن الكريم، ثم دخلنا إلى مفاهيم ومصطلحات. كانت هذه هي الحلقة الجزء الثاني من لقائنا المتواصل مع حضرتي، وهي الحلقة رقم 232 في تسلسل البرنامج. شاكرا الله سبحانه وتعالى، وأسأله كذلك أن يجمعني وإياكم بفضيلة الدكتور مرة أخرى في حلقة تابعة وتالية ومتوالية إن شاء الله. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك دكتور. شكرا لك أستاذ أحمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، ونلتقي إن شاء الله في رحاب الخير وتقديم الخير للناس جميعا.